يلا. ما تخليش وشك يجوي عشان الغمقان ما يجيش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده السبت يا جماعه، امبارح كانت الجمعه. طبعا مصطبحه كده بحاجه حلوه، حاجه دايبه كده. حد صحاني من النوم وقال لي يا ام احمد انا عايزه اكل فسيخ مخلي من ايدك. قلت له حاضر عينيا الاتنين. عملت له احلى 3 علب فسيخ مخلي. طبعا الشريحه دي على ظهرها عشان ما يغمقش، يعني بحطها كده عشان ما تغمقش، يبقى من تحت احمر. والفسيخ برضو يا جماعه زي ما قلت لكم لما بيتخلى عشان دليا بيغمق، فهو عامل زي الايه، زي العصير الاصفر، اما بيتسيبه شويه بيغمق لكن ما بيبقاش بايظ. حلاوته فيه تاكلوه يكشي يقعد سنه في قلب الفريزر المخلي كده بنفس الطريقه دي كده، يكشي تقعدوا سنه في التلاجة. بس قبل ما تحطوه في الفريزر تحطوه في الفريزر قبل ما تاكلوه بيوم، ليلتها بالليل تطلعوه. دي يعني بعرفكم عشان ايه معلومه. طبعا وقال لي انا عايزه علبتين مخلي يا ام احمد من الرنج. طبعا خليت له رنجه ما شاء الله عليها وعلى حلاوتها. ده انا خليها من الكبيره، بس انا هوريكم برضو الرنجه اللي عليها العرض ده يا جماعه 420. تعالى كده يا عاصم، دي 420 جنيه يا جماعه اللي عليها العرض. على فكره يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم انا ما بجيب الاعلى رنجه وانضف رنجه، الرنجه اللي هي بتاعتي. يعني بصوا انا بقول لكم على الصراحه، يعني في من دي كذا نوع. الصغيره دي في فرز اول، في فرز تاني، في فرز تالت. مش كل الرنجه ب 120 جنيه يا جماعه. الرنجه دي انا اللي بقول لكم، الرنجه دي انا هخلي لكم منها وتشوفوها ماشي. دي من اللي هي اهي دي 120 جنيه اهي، وده هي 160 جنيه. طبعا دي حجمها كبير، يعني الرنجايه حجمها كبير اهي، شايفين؟ ده حجم الرنجايه 160. انا بقى هخلي لكم واحده من الكبيره وهوريكم الفرق بين دي وبين دي. يعني دي الصغيره اهي، الصغيره اهي يا جماعه، والكبيره اهي واضحه في التليفون اهي. دي انا 120 انا منزله عليها عرض. بس اقسم بالله الرنجه اللي انا بجيبها درجه اولى مش فرزه، والله بجيبها درجه اولى ما هي فرزه. طبعا بقى قلت برضه اخلي لكم منها تشوفوها. ده الكبيره اهي يا جماعه، دي الصغيره اهي هنفتحها ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محدش خد مني رنجة العرض وقال لي عليها كلمة واحدة. اهي الرنجة بتاعت العرض اهي يا جماعة، والله مبطرخة، والله احنا ظلمنا، والله فيها بطروخة، والله فيها بطروخ. شفتي يا واد يا عاصم؟ اهي والله فيها بطروخ. رزق بقى، هي فيها فيها مبطرخ وفيها مش مبطرخ، بس هي اكترها بيبقى فيها بطروخ. اهي طبعا الرنجه بتاعتها والله ما هي وحشه. رنجه بصوا بقى يا جماعه مش مهريه. انا الرنجه بتاعتي اللي بيسخنها ما تسخنوهاش، لان الرنجه دي رنجتنا سبحان الله. يعني انا بحطها درجه تبريد حلو، هوريكم الفريزر اللي انا بحطها فيه، يعني حاجه نظيفه، حاجه مش وحشه. طبعا دي الرنجه هي اللي هي الصغيره، شايفين بقى الشريحه اهي بتمط معايا مش مهريه بتمط. طبعا اهي دي الشريحه بتاعتي. دي بقى الرنجه مين؟ الكبيره. طبعا في ناس بتفضل الكبيره وناس بتفضل الصغيره، كل واحد على قد هواه. اللي عايز من دي بتلاقي واللي عايز من ده بتلاقي. طبعا زي ما انتم شايفين انا لما باجي اخلي الرنجه بخليها بسم الله ما شاء الله، ما بيبقاش فيها حتى عضمايه، يعني عضمايه مش فيه. نفس الحكايه الفسيخ بتاعي المخلي، والله فسيخنا المخلي اتحداك لو طلعت عضمايه من عندي. الله دي الرنجه الكبيره يا جماعه اهي، والله انا ما نقيتها، انا مطلعاها من قلب البتاع. دي برضه فيها بطروخه اهي، دي الرنجه الكبيره برضه فيها ناعمه، فيها ناعمه وفيها خشن، فيها داي وفيها داي.
طبعا زي ما انتم شايفين اهي الرنجه برضو اهي ما شاء الله اهي. طبعا انا خليتي هي ممكن تقدر لك حته لحمه ولا حاجه، بس دي مش بتتفق. بصوا اتحداك لو نضفتها في بيتك وطلعتها زي كده. شايفين الرنجايه اهي بتموت، شايفين بتموت كده حاجه كده مش مهريه. دي القطعه بتاعت التلاتة الكبيره، لانني معمول على الرنجه دي عندي اهي، ودي الصغيره. وانا والله انا ما جبت الصغيره الا علشان خاطر اميز الكبيره بالصغيره، عشان ما حدش يجي يقول لي يا ام احمد ده فلان عامل عليها عرض وفلان عامل عليها طول. يا جماعه انا بجيب لكم انضف حاجه، يعني الحاجه النظيفه بنزلها. حتى الرنجه اللي هي دي اللي هي بتاعت العرض ام 120 ثقي انك هتاخدي رنجه نظيفه. هي ما بلاقيها وحشه، يعني انا بجيب لقيت الرنجه لا مش عاجباني، لا انا مش هجيبها، ما بجيبهاش. لقيتها حلوه ومية مية كده وعجباني انا بجيبها، عشان ما اكلش الزبون حاجه وحشه. زي ما انتم شايفين اهو. طبعا ما حدش يخلي كده، والله ما في حار نار ان شاء الله. شايفين بتموت، مش مهريه، مش رنجه مهريه وحطها في الطاسه ما تتعملش. طبعا عندي الفسيخ المخلي، عندي بقى يا جماعه عندي برضه فسيخ اوريكم بقى التفاح. شيلي عصم الرنجه ده كده. شايفين التفاح لان داخل فيها شيش. ده تفاح امريكاني اهو يا جماعه. ناس منديل لك منديل. ده تفاحه، شايفين ده تفاحه. ده 3 حبات كيلو سمكه سمينه وعريضه وحلوه. منديل خلاص لا مش مشكله، وعريضه وجميله. ده فيه 3 حبايات، ده فيه الحبايتين، فيه ال3 وفيه ال4، اللي انتوا عايزينه كله. ما شاء الله تبارك الله اهو. اسعارنا فوق الخيال، اسعارنا مرتاحه زي ما قلت لكم. تلاتات بره مثلا ب 250 ب 300، انا عندي التلاتات ب 250. الاربعات بره ب 220 و 230، انا عندي بيبقى ب 200. الاثنينات بره ب 350 او 320، عندي ب 300. عندي جمله قطعت، عندي كل اللي انتوا عايزينه، عندي توصيل. بس انا بوصل في المواقف، موقف عبود في القاهره ورمسيس. ويا جماعه عشان خاطر انتوا بتقولوا احنا بنتصل عليها ما بتردش. يا جماعه انا قايله كل دي في التعليقات وقايله كل دي في الفيديو، يعني ابقوا اسمعوني واعملوا لي لايك وشير. اهم حاجه تعملوا لي لايك وشير وتابعوني، عشان انا بنزل عروضات، انا بنزل عرض. يعني انا كنت امبارح عامله عرض ب 150 جنيه، عرض بسيط كده ما ذكرتوش قوي برضه، بس انا عملته والحمد لله اتباعوا. كان عندي حبايتين صغيرين لقش كده اللي هم الشمار اتباعوا، كان فسيخ ما شاء الله على جمال. تابعوني عشان تشوفوا العرض. طبعا عندي بقى جمله وقطعي للبنات اللي هي عندي الجماعه بتوع الاونلاين ده اللي بيشتغلوا معايا، والله ما شاء الله تبارك الله، ربنا بيكرمهم احرى كرم وبيفتحوا محلات. والله ربنا يكرمهم ويكرم كل واحد. انا بحب ابيع لبتوع الجمله، بحب ابيع لهم عشان يرزقوا. اللي عايز فتح محل يجي ياخد، اللي بيبيع اونلاين تيجي تاخد. يا جماعه انا في المنصوره، انا بقى في بلد جنب المنصوره اسمها نبرو بلد الفسيخ. هتنزلوا من نزله الكوبري فيها فسيخ، بس البلد فيها فسيخ. انتوا بيتهيأ لكم ان دي سوق فسيخ، لا الكوبري مش سوق فسيخ، نبرو كلها فسيخ. المحمول اللي سوق المحمول هناك، مفيش في نبرو محمول تاني. لكن الفسيخ سوق الفسيخ مش نزلة الكوبري، لا انت هتيجي عند بنك اسكندريه هتلاقي مدرسه الصنايع، هتلاقيني قدام منك. وفي محلات ياما كتير.
لكن مش تنزل على الكوبري بقى تبقى مضطر ان انت تاخد من على الكوبري، لا، في محلات كتير قوي جوه البلد ومحلات راقيه برضو وحاجات جميله وراقيه ونظيفه. يعني تعالوا اللي قدام مدرسه الثانويه هتلاقوا اللفته بتاعتي منوره في الشارع بتاعتي منوره وحلوه وفسخان البحر. وانا ربنا عالم انا ما بكسبش كتير، انا مكسبي على القد وما بضربش حد وما بزعلش حد، ماشي؟ كل واحد ربنا يرزقه. انا كنت ببيع رخيص شويه يا جماعه عشان انا بروح، احنا اللي بنشتري السمك، احنا اللي بنروح نجيب وبنتبادل وبنعاني علشان خاطر نجيب سمكتين مرتاحين، ما يروحوش من تاجر لتاجر لتاجر، فاهمين؟ يعني مثلا اللي بيبيعوا غالي مضطرين يبيعوا كده لانهم هم بياخدوا غالي، فانا ببيع ارخص منهم، سمكتي انضف فسيخ وانضف سمك، بس ما اجيبها من منبع نفسه. احنا بنتبادل بنتعب بس بنجيب حاجه تريح الزبون، لكن مش عشان رخيصه وحشه، لا، اللي عنده ام احمد مش وحش، عندي انضف سمك